خلص الفول انا مش مسؤول يا ريس. يا كريم حديدي اكيكو عايزين نتسحر. يلا بينا نتسحر. خش بقى على الخيمه اللي هناك دي. الخيمه دي شكلها جامد قوي. وطبعا بما ان كريم الحديدي من القاهره وانا اسكندريه، خدني في خيمه رمضانيه لولبيه جهنميه. واول ما تخش الخيمه الرمضانيه دي هتحس بجد بروايح رمضان، من بند التنوره، تحس وانت داخل المكان كده بجد باجواء رمضان. وصدفه لقينا اصحابنا اللي بنحبهم جوه. لازم كل الناس تيجي تجرب الخيمه دي، والانوار والفوانيس واغاني رمضان. بجد عايزين تحسوا بطعم رمضان في مصر جوه الخيمه دي. وقبل ما اجرب واطلب اي حاجه، حسيت من الناس مبسوطه بالاكل اللي نازل لهم، حاجه روعه بجد. واكتر حاجه حبيتها في المكان ان المكان فيه جو اسري وترابيزات عائلات والناس فرحانه. ما تركزوا معايا يا اخواتي بقى، ما انا من كتر الفرحه قلت اغني رمضان جانا وفرحنا. بص الناس فرحانه ازاي، ايه الجمال ده. بص بقى بسم الله ما شاء الله النظافه، شايفين الشيفات عامله ازاي، شايفين المخللات. يعني انا اضمن المكان ده اروح انا واطفالي واضمنه جدا. اما دي بقى لفتت نظري جدا، عربيه جيب بتقدم مشاريب في المكان كل ما تتخيلوا في العربيه دي. والراحه النفسيه والفرحه كانت باينه علينا جدا. وبرغم الزحمه اللي في المكان، الاوردر ما خدش وقت. واضح ان الناس فاهمه جدا هي بتعمل ايه. وعد بقى عندك اختي كل الطبق اللي نزلت: فول بالبيض، فول بالبسطرمه، طاجن فول بسطرمه بالبيض مع فول بالحمص مع عجه. ما تصلي على النبي اختي بقى وتعالي تسحري في المكان ده، هيعجبك قوي اختي. وكل براحتك اختي عشان انا بيعلى ضغطي. يا سلام على شويه الفول بالبيض دول اختي، بالسمنه البلدي ولا ميكس الجبن ده وحش اختي. عايزه شرق تلاقي، عايزه غرب تلاقي. الخيمه كامله متكامله فيها كل خيرات ربنا. ولا ميكس البيض بالجبنه اختي، ولا الطعميه مهلبيه. وبعدين ريحه السمسم والكزبره حسستني ان انا قاعد في اسكندريه في المنظره اختي. واحساس ان انا اول مره اخش المكان ده واحس ان انا قاعد في بيتي. كنت لازم اصور لكم الفيديو ده من المكان الجامد ده وقمة الراحة النفسية اللي فيه. ومش بس كده، انا عرفت منهم ان كل اسبوع بيبقى فيه حفلة وبيبقى فيها ميجا ستار. اما قرن الفلفل ده مولع نار. ومع الشياكة والحلاوة دي والبريزنتيشن الجامد ده، انا قلت الاسعار هتبقى نار بجد. الاسعار مفاجأة. اما ده بقى ميكس الجبن الحديدي نزل عليه، ما خلاش فيه اي حاجة. كان نفسي يبقى فيه في التليفون تقنية تطلع لكم ريحة الفلافل الجامدة دي. ويوم الخميس اخويا الافتتاح، يلا دلع كرشك عشان يرتاح. اكتب ورايا العنوان ده. ايه رايك في الاكل يا كيمو؟ من حلاوته انا عايز انام ننا اهو. لا قبل ما ننام ننا اهو، هنادي على اخونا جو. احنا مش بتوع شو، احنا بتوع جاتوه. قول لنا العنوان فين يا باشا؟ شارع نادي المقطم بجوار مسجد بلال بن رباح، متفرع من شارع 9. مستنيينكم يا جماعه، احلى خصومات لكل متابعين كريم فؤاد. اهم حاجه نصلي على النبي في الكومنتات، وننزل على اول كومنت هنلاقي صفحه المكان. هتتبسطوا قوي يا جماعه. السلام عليكم. السلام عليكم.